السلام عليكم متابعينا الكرام على سبورت 3 اختتم اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أفريقيا 2025. يقام حاليا في دولة المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2025. السبت مساء بتوقيت مكة المكرمة صديق كالماضي حسن وغيره وهي الجزائر. الجزائر وصول أي كم مسدد سوف يسجل النقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على السودان بثلاثية نظيفة والجولة الثانية على بوركينا فاسو. أما منتخب غينيا الاستوائية فقد ودع بطولة كأس الأمم بعد هزيمتين من بوركينا فاسو الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف من واحد. الجولة الثانية السودان غينيا الاستوائية وقعت الجزائر بقبل 16 مباريات مع كل منتخب في تحقيق الفوز كانوا بينهم التعادل. وفي السابعة مساء أيضا تصريح مركب محمد الخامس مواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو. السودان تحتل المركز السادس برصيد 3 نقاط بعد هزيمتها في الجولة الأولى وزائد نظيفة. نجحت في تحقيق الفوز على المستويين في الجولة الثانية. أما منتخب بوركينا فاسو فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد نجاحه في الفوز على غينيا الاستوائية. هذا متوقع هزيمة الجولة الثانية منتخب الجزائر. جمعت بين المنتخبين مباراة واحدة كانت كأس أفريقيا 2012 نجح السودان في الفوز بهدفين. وفي العاشرة مساء يستضيف الاستاد الدولي ساحل العاج قدام المباراة السادسة ساحل العاج ضد سانتا المباراة السادسة برصيد نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى. لما احتل منتخب الجابون في المجموعة السادسة بدون رصيد بعد هزيمة الجولة الأولى. منتخب منتخب كاميرون هدف جديد وهزيمته أيضا في الجولة الثانية ومنتخب موزمبيق بثلاث نقاط. كوت ديفوار واجهت الجابون بالكاب في 7 مباريات قاد بالفوز في 4 نقاط ونتائج التعادل بينما نفس المنتخب واحد. وفي العشرة المساء أيضا تسليم على قدران بمدينة أكادير وكان منتخبين الكاميرون موزمبيق المركز الثاني والسابع مع منتخب ساحل العاج رصيد 4 نقاط. يعني كون تحقيق الفوز على الجابون